السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندوي على من بين أهم الإصلاحات اللي قام بها المغرب في مجال التربية والتكوين. هذا الإصلاح سمي بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي امتدت من 2015 حتى 2030، يعني مازال فيها 7 سنوات. ديك الأشياء اللي جات بها مازال مستمرة إلى حد الآن. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الغايات الكبرى والأهداف التي جاءت من أجلها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. أولا، الانتقال من التلقين والشحن إلى التعلم وتنمية الحس النقدي. وكيف ما كنعرفوا المدرسة المغربية حاولت أنها تنمي الحس النقدي لدى المتعلمين، وهذا راه كيظهر لنا في الأسئلة اللي كتطرح عليهم، بحال مثلا التخصص ديال اللغة الإنجليزية. مثلا خاصك مثلا جوستيفيي، خاصك مثلا تعلل. هذاك التعليل راه من بين التفكير النقدي. يعني التلميذ ما بقاش مثلا غير مثلا كنقول لي واش خطأ ولا صحيح، كيقول لك صحيح. هنا العقل ما كيخدمش، داك التفكير النقدي والتحليل ما كيخدمش. ولكن فاش كنقول لي مثلا واش خطأ ولا صحيح ولكن لماذا، اوكي، هنايا هذاك الحس النقدي كيتنمى. يعني الغايه الكبرى هي الانتقال من التلقين والشحن نحو التفكير النقدي. ثاني حاجة هي اكتساب المهارات واللغات والكفايات. كيف ما كتعرفوا بأن اللغات أو المغرب حاول أنه يساهم أن المتعلمين يتعلموا اللغات الحية، مثل اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية إلى غير ذلك. وخاصة اللغة الإنجليزية إن شاء الله أنها حسب المذكرة الوزارية أنها غادي تبدأ تقرر تدريجيا بالثانوي الإعدادي. ثاني بالنسبة للكفايات، مثلا الكفاية التواصلية، أن التلميذ مثلا يكون قادر على التواصل. مثلا الكفاية الثقافية، أن يكون مثلا التلميذ ملما بثقافته والثقافات الأخرى، وتنمية حس التعايش لدى المتعلمين والمتعلمات. ثالث حاجة الانتقال من التعليم نحو التعلم. وكما يقال بأن التعليم هو خارجي بينما التعلم هو داخلي. التعلم يعني جعل التلميذ قادر على بناء التعلمات بنفسه. جعل المدرسة المغربية تواكب تطورات العالم، بحال مثلا التكوين المهني. مثلا يعني المدرسة المغربية حاولت أنها تواكب تطور العالم، بحال مثلا هاد القرار هذا ديال تدريس اللغة الإنجليزية منذ الثانوي الإعدادي في السبعة والثامنة إلى غير ذلك تدريجيا. هذا راه من بين مواكبة تطورات العالم. يعني العالم كيمشي نحو توجه اللغة الإنجليزية كلغة علمية مهيمنة. يعني المغرب حاول أنه أو لا بغى يحاول أنه يخلي المتعلمين تكون عندهم قدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. والتواصل باللغة الإنجليزية سيفتح آفاق للمتعلمين والمتعلمات داخل وخارج البلد. الرؤية الاستراتيجية جاتنا بربعة ديال الفصول. الرؤية الاستراتيجية جاتنا بربعة ديال الفصول، غادي نحاول إن شاء الله أننا غادي نلخصها فيما قل ودل. الفصل الأول من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص. الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع. الفصل الثالث من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي. الفصل الرابع من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير. بالنسبة للفصل الأول الخاص بالإنصاف وتكافؤ الفرص، هنا التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في التمدرس، مثلا ما بين الإناث والذكور، ولا بين الذين يقطنون بالمدينة أو القرى. ثاني، إلزامية التعليم الأولي مع تعميمه. الحق للأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى المدرسة المغربية من أجل التعلم واكتساب الكفايات والمهارات اللازمة. تحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية للمغاربة. الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع، من بينها تجديد مهن التربية والتكوين، التنوع والابتكار في الوسائل الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية. المتعلم يكون قادر على التمكن من اللغات المدرسة مع ضبط لغات أجنبية. الفصل الثالث من أجل الارتقاء الفردي والمجتمعي، ترسيخ الاندماج السوسيو-ثقافي، ترسيخ مجتمع الديمقراطية والمساواة والاحترام والحب والود، تأمين التعلم مدى الحياة، ملائمة التعلمات مع حاجية سوق الشغل. مثلا التكوين المهني، أن المتعلم كيقرأ مثلا للأشياء المطلوبة في سوق الشغل، ولا أي حاجة مثلا كيقراها مطلوبة في سوق الشغل. هذه هي الملائمة بين ما يدرس وبين ما هو في سوق الشغل. يعني ماشي التلميذ مثلا كيقرا حاجة وفاش كيمشي لسوق الشغل كيتصدم. يعني هنايا المدرسة المغربية غادي تحاول أنها تلائم ما بين ما يدرس وما هو في سوق الشغل. الفصل الرابع من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير،
تعبئة مجتمعية مستدامة، أي أن التعليم هو واجب الكل، يعني ماشي الواجب ديال الاستاذ او الواجب ديال الاداره، يعني كلنا تكون واحد اليد في اليد باش ان التعليم يزيد لقدام. استاذ، اسره، دوله، وزير، اي واحد خاصو يساهم ان المتعلم يحصل على اجود التعلمات. وصلنا لنهاية الفيديو، وأي موضوع بغيتوني أنني ندوي فيه أو لا نتطرق ليه حاولوا أنكم تكتبوا لي في التعليقات، إما خاص بما هو عربي أو لا شي دروس بخصوص اللغة الإنجليزية للناس اللي بغاو يدوزوا التعليم. كنتمنى لكم التوفيق.